السلام عليكم حبيباتي، واش راكم كان بخير ومهنيين. اليوم اميراتي وشاركت معكم هاد نبسس طاجين. وصفة ناجحة 100% بمقادير مضبوطة بواحد الإضافات اللي يجيكم مرمل وطري كأنكم تاكلوه في المقروض حبيباتي. أنا بعد الصلاة والسلام على رسول الله نبداو في تحضير المبسس تاعنا. كيما راكم تشوفوا حبيباتي انا كنت درت 3 كيلات تاع السميد يكون متوسط وبالاحسن خير ونوعيه تكون مليحه باش المبسس تاعكم عفوا يجيكم ينجح لكم. هنا ندير الكيله اللي كيلت بها السميد ديالي راح نكيل بها اليدام. كيما راكم تشوفوا حبيباتي درت نص كيله تاع الزبده او مارغرين تكون من الاحسن طريه، نكملها بالزيت. والحبيبتي تحبي تكبري ولا تصغري الكيلة تقدري ديري غير بالكاس او تكيلي غير بالكاس. كيما راكم تشوفوا حبيباتي انا ما كملتش الكيلة تاع اليدام حتى للفوق لان كي كيلت سميد ما كيلتش الكيلة حتى للفوق. نتوما حبيباتي ولا درتو السميد يعني عمرتو البول يجيكم ممسوح كملوا اليدام حتى للفوق ان شاء الله فهمتوني. هنا ندير في السميد تاعي ملعقه صغيره تاع الملح، وندير نصف ملعقه صغيره كذلك تاع خميره الحلويات اللي هي 5 غرامات. سيو ما تكتروش حبيباتي عفوا ما تكتروش خميره الحلويات، لانه لو كان تكتروا راح يتفتت لكم في الطاجين لانه فيه كميه مليحه من اليدام. انا حبيباتي نبسس السميد تاعي كانه راني نبسس في المقروط، نقعد هكذا واحد 3 دقائق وانا نحك فيه هكذا بالايادي. هنا نجيب الكيله اللي كيلت بها حبيباتي نكمل نكيل بها السوائل. هنا درت نص كيله تاع الماء، ضفت لها 3 ملاعق كبار تاع الرايب. صدقوني حبيباتي هاد الاضافه هذه تاع الرايب راح تبدلو واحد الطعم بزاف هايل. نتوما ولا ما عندكمش رايب تقدروا تضيفوا علبه تاع ياغورت طبيعي. وضفت له كذلك ملعقه كبيره ممسوحه تاع السكر، واللي تحب دير العسل تقدر دير ملعقه تاع العسل بلاصه السكر. نلم بها السميد تاعي، ولكن انا ما كفاتنيش كملت لها بشويه تاع الماء. من بعد ما لميتها خليتها واحد 5 دقائق، صبتها كي وليت ليها صبتها شربت كامل هذوك السوائل حبيباتي. زدت رشيتها فقط غير بشويه تاع الماء وتحصلت على عجينه تكون طريه. من بعد نلمها فقط حبيباتي كما راكم تشوفوا، نقسم العجينه تاعي على 2 هكا ونلوزها فقط. هنا نروح نحلها مباشرة. نجيب كيس بلاستيكي ولا هذا ورق الزبدة، نحل العجينة تاعي كيما راكم تشوفوا حبيباتي بالايادي ولا بالحلال كيما تحبوا، ولكن ما تضغطوش عليها مليح لانه مانيش حابه نرقق العجينه تاعي. دوك تشوفوا شحال السمك تاع المبسس تاعي. هذه هي حبيباتي. انا نجيب الطابع تحبوا غالياتي تحبوا تقطعوها مدوره ولا تحبوا مربعات ولا قلوب كيما تحبوا حبيباتي. الشكل اللي تحبوه تقدروا ديروه. انا كنت قطعتها هكذا دوائر، درتها دوائر متوسطه، ما حبيتش نديرها كبيره باش اللي ياخد حبه يكملها. شوفوا حبيباتي السمك هذاك ما ديروهاش رقيقه غالياتي باش ما يجيكمش البسس تاعكم يجيكم يابس. هكذا نزقم هذوك الحواشي تاع الدوائر كيما راكم تشوفوا غالياتي. وشوفوا هذاك ورق الطبخ كيفاش يعاونني كي نكون نرفد المبسس تاعي. هكذا حتى نكمل كامل هذوك الدوائر نرفدهم. من بعد هذوك لي شوت لي قعدوا لي راح نلمهم فقط ما نعجنهمش ونحلهم كيما راكم تشوفوا غالياتي هكذا ونعاود نطبخهم.
هكذا حتى نكمل كامل الكمية اللي عندي تاع تاع المبسس. أنا نجيب طاجين أميراتي، نجيب طاجين تاعي نديرو يسخن على نار متوسطة، ما تقوّوش النار، هذه نقطة مهمة كذلك باش ما يتحرقلكمش من برا ويجيكم معجّن من الداخل. ديروا الطاجين تاعكم على نار متوسطة أو نار هادية. نحط المبسّس هكذا حبيباتي كيما راكم تشوفوا. هاد المبسّس يجي خفيف خير ملي تقلوه. راح تفرحوا بيه وليداتكم يجوا مع العشية قهوة العصر يصيبوه هكاك سخون الله الله يشربوا بيه قهوتهم. ناخد هاد ناخد هاد الأداة حبيبتي تاع اليد نديرو بيها الكسرة أو نديرو بيها الكسرة. ندير هاد العملية غير بالعقل هكذا يا حبيبتي، نضغط عفوا عليهم غير بالعقل هكذا باش برك ياخدولي باش يجوني كامل يعني ما يجونيش هادوك إن شاء الله باش نفهمكم باش ما يجونيش هادوك لي طراس تاع الأصابع هذه يا حبيباتي. إن شاء الله فهمتوني باش ما يجونيش قلت لكم هادوك كي نرفدو شتو كي نرفدو دوك المبسس تاعنا حنخلو هادوك البصمات تاعنا ولا لي طراس تاع الأصابع كي ندير بهاديك نضغط عليهم غير بالعقل هكذا ونقعد نقلب فيهم غالياتي حتى يدوني اللون الذهبي. هنا شوفوا حبيباتي الهاتف ما عطاهمش حقهم في التصوير. هما جاو اللون الذهبي جا اللون تاعهم بزاف هايل. هذيك الملعقة تاع السكر راح تعطيهم هذاك اللون الشباب تعاونهم يعني في اللون كي يكونوا يطيبوا ولا درتو ملعقة تاع العسل هذا حبيباتي ونضغط عليهم بعد ما قلبتهم نزيد نضغط عليهم هكذا يعني نضغط عليهم غير بالعقل فقط باش ما يتكسرليش المبسس تاعي هكذا ما تغفلوش عليهم ساعة ساعة قلبوهم. وصيو حبيباتي ما تقلبوهمش حتى يدولكم اللون باش ما يتكسرولكمش لانه فيهم كما قلت لكم كمية تاع الندم لاباس بيها. هكذا ونكمل نحط كامل الكمية اللي عندي حتى نكملها. تقدروا تقدموهم تاني مع اللبن يجو بزاف هايلين تاني. هكذا نقعد نقلب فيهم حتى يدولي داك اللون الذهبي. هاد المقادير اللي عطيت لكم حبيباتي حوالي كيلو تاع السميد يخرج لكم كمية ما شاء الله كمية لاباس بيها. كي تكونوا تقلبوا فيهم سعفوهم
باش ما يتكسرولكمش. هكذا غالياتي حتى نكمل كامل الكمية اللي عندي. وهنا حبيباتي كنت قدمتهم بالعسل. شوفوا كيفاش يجي البسس تاعنا، يجي ما شاء الله واحد البنة بزاف. هاي اون راكم تاكلوا في المقروط حبيباتي. ان شاء الله تعجبكم بالوصفة تاع اليوم اميراتي، شهيتكم في الجنة ان شاء الله. مع السلامة في وصفة واحدة اخرى ان شاء الله. سلام سلام.